اسمك ايه؟ ماشي ملوكة. سمعونا سقف الملوكة كده وشجعوها. 1 2 3 4 ترابيزات زي ما انت كسبانة معانا. اقف وانا ملوكة. قلب الجامد. مش ايه يا عم انت ما صدقت بتصور على طول؟ طيب هنشوف عزها هيطلع ايه؟ يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بس حضرات السادة والسكر الزيادة نقدم إليكم ولا حاجة. صباح الخير يا اصحابنا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى صحينا على خبر خير صار تماما للاسف زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ الرايه حمرا. عين الرايه الحمرا. استنى ما اعمل لكم زوم عشان تشوفوها. يعني مفيش بحر. حتى كل الناس قاعدين على الشاطئ لا يوجد حتى في المياه. لسه عين الرايه الحمرا وما نزلوهاش. مش انا امبارح قلت لكم كده؟ مش انا امبارح قلت لكم الميه هتبقى عاليه النهارده يبقى بكره؟ ما توقعناش، احنا قلنا خلاص هي كانت امبارح بكره ان شاء الله هتهدى، لقينا النهارده للاسف الرايه الحمرا مرفوعه ومش عارفين ننزل النهارده. كده مفيش نزول. البحر اصلا الميه دخلت على الرمله. فللاسف مش هنقدر ننزل. اهو يالو، قولي باي باي يالو. للاسف كده يوم ضاع مننا من غير بحر. اهو احنا زعلانين قوي احنا ما ننزلش النهارده، ننزل كل يوم. يا خساره. هو اهم حاجه في المصيف البحر بصراحه. احنا جايين عشان بحر واحنا جايين ليه؟ في اي حته، لكن البحر مش موجود في اي حته. اه طبعا. بس النهارده الشمس برضو حاميه، امبارح كانت بتغيم وتفتح سبحان الله. في سحاب امبارح. النهارده في سحاب اهو، بس ايه؟ هو كان شديد قوي بس الشمس فوقينا احنا. قوة الرياح كانت جامدة قوي امبارح، النهارده برضه في هوا بس مش زي امبارح خالص. لا وكمان مش يوم بس، ده احنا امبارح كنا نازلين والموج عالي مره واحده الدنيا قلبت وخرجوا كل اللي في الميه، فيعني سبحان الله الدنيا بتقلب. بس كان عندنا امل ان احنا امبارح لما ممكن عالي قوي كده، كان عندنا امل ان النهارده الموج هيهدى شويه، لكن زاد للاسف زاد. رفع الحمر بحنا اليوم الصبح. يلا الحمد لله الحمد لله. لسه قدر الله ما شاء فعل. لسه قدامنا ايام حلوه. لسه ان شاء الله. بس هو بس بص والبحر ما يعلاش تاني، والبحر ممكن ننزل بكره. لو يوم تاني نزل لو يوم تاني برضه ننزل ربع الحمرا كده بامانه هنزعل بجد يعني. طبعا ايام بتضيع مننا. بص يا اسلام المراكب اللي هناك دي فاكره بتاع كل سنه؟ دي صعب بتاعت ايه؟ بص المراكب دي اسمها قرب. شايفينها بيفضلوا واقفين كده. هي بعيده قوي ولا ايه؟ شايفينها كده. طيب واحده اهي وواحده اهي. السنه اللي فاتت كانت اقرب من كده ولا احنا عشان كنا صف اول فاحنا كنا شايفينها اوضح؟ مش عارفه. ما بعدناش بعيد على فكره، هي في عماره يعني. الموضوع كله لا يا اسلام بس فرق لما بتبقى واقف في البلكونه. السنه اللي فاتت مثلا كنت شايف الشط من اوله لاخره وشايف كل البوابات بتاعت الشط، لكن احنا هنا مش شايفين غير الجزء اللي قدامنا ده بس. ما بعدناش كتير برضه، احنا رجعنا اللي هو ايه يعني 10 20 متر. الميزه بقى هنا ان انت ايه في الشارع الرئيسي كمان، يعني انت بتبقى مع الشارع الرئيسي وشايف البحر وده فاهم ده وده يعني. بس كده برضه حلو مش وحش. لا انا بصراحه بحب لا احنا من الكافيهات اللي بتمشي على طول دي لا في نوم ولا في مش سامعين بعض اصلا. احنا كنا بنزعق يا ابني عشان نسمع بعض. عشان نسمع بعض. يا نهار ابيض كده اوحم بكتير. كانت ايام ما كناش بنعرف ننام لحد ما البتاع حصل عطل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الحمد لله. كمان السنه اللي فاتت لما حصل عطل في الكهرباء في الكافيه اللي قدامنا ما كنتش شغال، بعد كده رجع اشتغل تاني. بس ارتحنا يومين. لا قعدنا ارتحنا يومين من الدوشه دي. بس الموجه عاليه ازاي، المصدات الموجه بتطلع فوق المصدات. الموجه عاليه جدا. نتمشى بقى ماله؟ احنا كده مش نازلين بحر النهارده، احنا نازلين بالليل نتمشى وكده. مش بحر، لكن البحر ما فين بقى يا بنتي؟ كده هننزل زي قلته يعني. هننزل دلوقتي على الشط مالناش لازمه، احنا بنبقى شايفين البحر. لكن بننزل الشط عشان ننزل الميه. دراعي بيوجعني
لا لا، وعلى فكره برضو احنا كنا كل سنه كنا بنختار الشقه على اساس البلكونه، لان احنا بنقعد فيها على طول. السنه دي حظنا برضو في البلكونه مش حلو، في الشقه عامه يعني صراحه. بس البلكونه كلها شمس، واحنا يعني قعدتنا كلها في البلكونه. انتوا عارفين المصايف القعده كلها بتبقى في البلكونه. الشمس بتيجي من حوالي من الساعه 1:30 2 الا ربع كده لحد المغرب، تنزل بقى لحد الساعه 8 لحد ما الغروب بتاع الشمس ينزل. فاللي هو انت مش عارف تقعد اصلا في البلكونه. في سنة تشوفي كده الشمس. بص الشمس كده فين؟ بص ما ازاي؟ بص الشمس كده بقى كده بقى ايه تفتح كده وتنزل بقى مع الغروب كده قدامنا. بص انا بنزل لكم ازاي معاك. تنزل مع الغروب كده قدامنا كده لحد ما تختفي ورا البحر لحد ما تبقى في وشنا. تختفي ورا كده كده احنا بنفتح بقى الشمس بنفتح منها. والله. لكن طول ما احنا بالنهار كده الشمس معانا ما تسيبناش. الساعة 2 الظهر لحد الساعة 8 المغرب 6 ساعات الشمس ضربت في البلكونة. فطبعا دي حاجة مضايقانا جدا، لأن احنا ايه فطار غدا عشاء قاعدة احنا قاعدين في البلكونة. طبعا السنة دي مش عارفين نعمل كده خالص. لا صعب. فحظنا في الشقة السنة دي سيء جدا جدا جدا. كنا جايين على حاجة ولقينا حاجة تاني للأسف يعني. يا نصيب الحمد لله تعوض باذن السنه الجايه يا رب ان شاء الله. انا كنت عامل حسابي ان انا هبات في البلكونه اول ما اجي. تبات في البلكونه، ده احنا ما عملناش قبل كده. الحمد لله. لكن الشقه السنه دي الصراحه بس برضه احنا مبسوطين بنحاول نبسط نفسنا. ومش زعلانين، واحنا مصيف بيكون مره في السنه، هو اسبوع يعني في السنه كلها، لازم نتبسط فيه ومش هنزعل برضه. وهيبقى طبعا هنعمل ايه باذن الله. على خير على خير ان شاء الله. صح يا اسلام بقى، قول لنا تفاصيل اللوكيشن بتاع التصوير بتاع امبارح، عشان انا قلت لهم نقعد في كافيه هادي ونكلمكم وكده اهوت، بس للاسف طبعا احنا مفيش حاجه هاديه. جماعه على سعيد قابلنا واحد اسمه سعيد كده، فوتوغرافر جميل شاب لذيذ كده تمام، وقال لي ان في لوكيشن تصوير جوه حلو. الدخول بتاعه مش غالي، قال لي اللي انتوا عايزينه وقت ما تحب هتيجي دي في نفس المكان. فاحنا ان شاء الله عايزين نجاوب برضه قبل ما عايزين نعمل سيشن حلو كده باذن الله. يمكن نعمل حسابنا كنا لابسينه بس الاسعار بتاعته ايه بقى؟ قال لك ايه؟ عشان انا ما كنتش عارفه معاك. هو دخول اللوكيشن قال لي دخول اللوكيشن الفرد ب 20 جنيه. قال لي هتدفع ده المدام بس والاولاد عليا، مش مشكله مش هندفعهم. يعني انا وانت 40 40 جنيه دخول. وقال لي الكارت ب 20 جنيه، الصور ب 20 جنيه. فمش غالي يعني. حلو. الكارت بكام بتقول؟ الصور ب 20 جنيه. يعني ندفع 40 جنيه دخول؟ نفس الاسعار اللي سوينا بيها في مطروح لما عملنا برضه بجد والله. طب ده على كده كان مطروح غالي بقى، لان من كام سنه. بس في مطروح كان عندهم بقى ايه حته ان هو ما يديكيش الصور على التليفون بس، لا كروت. كان عندهم كده تدفع 5 جنيه ويطبع لك الصور على كارت. امال ده ايه؟ بالكمبيوتر وجهاز طابع وكل حاجه معاه. ايه ده يعني؟ ده هيديك على الموبايل بس؟ هيحط الكارت بعد ما يصورنا، هيحط الكارت الميموري بتاع الكاميرا في التليفون وهينقل لك الصور على ايه؟ بجد والله؟ التليفون. ايه ده؟ لا دي مش حلوه. انت بقى لما تروحي في اي استوديو جنبك بتبعت له الصور وبيطبعوا لك. لا يا اسلام بس هي مش حلوه، انا بحسب كروت زي ما تروح. يبقى هنا في المكان في لوكيشن مجانا للتصوير اللي هو عايز تقف وتصور عادي، وفي اللي هو بالفلوس ده، عشان كنت الاول كنت فاكره ان هو كله مجانا، طلع انه لا، في كده وكده. احنا لقينا الشاب اللي اسلام بيقول لكم عليه ده هو اللي وقفنا معاه واحنا ماشيين، وهو اللي فهمنا بتاع النظام يعني بتاعه كده. نبقى نشوف الموضوع ده، بس هو مش حلو بقى في الكروت. انا كنت عايزاها كارت. هي بتبقى احلى وجميله ما شاء الله. بصي يا اسلام وقت الغروب جميل قوي يا محمد. اسمع الشمس، انا عارفه هي واضحه قوي في الكاميرا ولا لا. ودي العماره المهجوره، يعني العماره دي شكلها حلو بس ايه مهجوره مفيهاش حد، بنخاف منها. هو شكلها كئيب، كلها فوميه كده وبتاع متقفل. على فكره هو في بيسكنوا فيها بس من ناحيه البحر، الشقق الجانبيه دي الجنب ده كده ما حدش بيسكن فيه، لكن اللي بره ناحيه البحر بيسكنوا فيه. فحلو يعني جميل خارجيا، لكن داخليا بنخاف منها. بصي يا سوله، بصي الغوريلا اهي، بصي. شفت
شفت يا محمد الغوريلا؟ يا سولا، ايه الفستان الجميل ده؟ ها؟ ايه الفستان الحلو ده؟ يا لوكا، ايه الفستان الجميل ده؟ يلا امشي يا سولا، يلا ورا بابا، امشي ما تخافيش. لا ما تخافيش، لوكا ما شفتوش، لو شافته استنى يلوي ده وقع. يا لهوي بيتخانقوا بس، هما بيتخانقوا بس. يا نهار ابيض، يا لا امشي امشي، يا لهوي بيجروا ورا بعض. يا نهار ابيض، بيتخانقوا مع بعض. الستش ده مفتري. يا لهوي اتخانقوا. هو الستش ده المفتري عليه. تعبوا هما الاتنين، تعبوا من الخناق. شوفوا عايزين ايه؟ محمد انا عايز كابتشينو وعايز الثانية صور المنيو يا سولا. حاضر. تيجي ثواني كده. صورت لكم اهو المنيو بتاع كافيه عجيبة. هيعملوا فقرات دلوقتي. ها اما كابتشينو طبعا اللبن لسه عالي جدا، فانتوا يعني يا رب تكونوا سامعيننا بقى. في عريس وعروس. هما فين؟ فين العريس ده؟ فين دول؟ والله؟ شوفي ايه؟ شوفي ايه؟ طب ما يجيبوها لنا هنا عشان نقول لهم مبروك. والله في جواب لابسه عروسه يعني، لابسه فستان؟ جموز هي لابسه فستان؟ هتشرب ايه يا اسلام؟ انا
اشرب نسكافيه ومحمد طلب زي نسكافيه. نسكافيه ايه اللي محمد يشرب؟ مليكه وسيله عايزين نقف. وشوف بقى عندك مانجا، عندك عصير فريش كتير. ايه ده؟ الله، بصوا بيرقصوا ازاي. هما طلعوا بره الكافيه، احنا دخلنا الكافيه وهما طلعوا بره. خلصوا خناق وبيرقصوا دلوقتي. اتصاحبوا دلوقتي. صاحبوا دلوقتي. ايه ده؟ بيدخلوهم بقى، بيقولوا لهم ادخلوا. الدبدوب التاني دخل، فاضل الستيج. دخل الكافيه اخيرا. تعالى خليه يجي هنا، قول له تعالى. هنبدأ مع بعض يا جماعة حفلتنا النهارده. مساء الخير عليكم. منورين الفضل. اللي من اسكندرية سمعنا ساعة اسكندرية فين اسكندرية؟ اسكندرية فين؟ الاسكندراني يسمعنا ساعة الاسكندرية مفيش فين؟ اسكندرانية؟ لا مفيش اسكندرانية خالص. مية. طب اللي من القاهرة سمعنا ساعة القاهرة فين؟ احنا القاهرة منورين الدنيا. طب اللي من الجيزة فين؟ جيزة. اظبط المايك بعد اذنك. رفعوا كده سنة. طب الاهلاويه فين؟ موجودين. اهلاويه سمعونا سافر الاهلي. احنا اهو. 100. اللي معاه طفل بقى يا جماعه نبوله ويجيبه معانا عند البيست. اللي معاه طفل ماله؟ هاتوا لنا يا جماعه الاطفال. اي حد معاه طفل معانا داخل الكافيه يجيب لنا الاطفال كلها يا جماعه. لا روح معاهم يا اسلام. اي عيله معاها اي طفل. عيله معايا. الاطفال يا جماعه هاتوا. خليك يا شيخ ليه؟ طيب. اي حد معاه بنوته سنتوته كده عايز يفرحها يجيبها. عادي. لا خليكوا تحت. الاطفال يا جماعه هاتوا لنا الاطفال. ما انا عايزه اروح اصورها. انا اروح معاها، مش هسيبها لوحدها. 100. حبايب الاطفال هنقف صف ورا الماسك. يلا بينا. اكل كله. بلاش سيله. اللي معاه فيديوهات يا جماعه اطفال هاتوهم. حبيبي روحوا معاهم. اغاني اطفال ودي شيء. مش عايز غير اغاني اطفال. اوكي؟ 100. يلا بينا نبدا مع بعض اول فقراتنا النهارده. بنت عايزك تلف الكافيه كله حته. سمعونا سقف يا جماعه الدي كده. يلا قاعدين يا دي يلا. مش هلف الكافيه كله. يلا قاعدين. يلا بنت بالراحه
اول حاجه هاخد بنتين ورقصوا معانا. اهلا اهلا، سمعونا الصافه ولا ادينا تيشيرت. اللي هتكسب هتاخد معانا النهارده جايزه. اسمك ايه؟ مالكة ملوكة. سمعونا سقف الملوكة كده شجعوها. 1 2 3 4 ترابيزات زي ما انت كسبانة معانا. قوم فينا ملوكة. تعالي. لو تكسب معانا سقفوا لك. بصي يا لوكا، هو بيلف الكافيه كله وهتلاقيه جنة هنا تصوري معاه. خرج بره هو واستاذ، بس هيجوا تاني. بصوا بقى، انا هنا اتحطيت في موقف لا احسد عليه صراحه. ماشي، هنا كان بدات فقره الساحر، فهو كان بيقول مين حابب يشترك معانا في الفقره ديت. طبعا انا اكتر واحده في كل اللي قاعدين بتترعب اصلا. اتفاجئت ان مامتي بتشاور عليا من ورايا وبتقول له دي. فعارفين بقى اللي هو الموقف المحرج ده، فاللي هو راح قال لها انت بتشاوري عليها وبتقول لها دي، طب خليها تيجي. فطبعا بعد زن ولا والكلام ده كله قمت بقى واستسلمت الامر الواقع ورحت وكده. انا بترعب من الحاجات ديت ومبصدقهاش. وبصوا يعني انا مش عارفه اختاروني بناء على ايه الصراحه. المهم ان هو هيعمل معايا فعلا فقره، انا مش عارفه هي حصلت ازاي وحصلت حقيقيه قدام عيني، فانا مش فاهمه ازاي. ماشي، فبصوا عشان كان الصوت عالي وكان في دوشه وصوت السماعات وكده كان عالي جدا، عشان كده قلت انا هقول لكم بقى اللي حصل كده بصوتي بقى، يعني فويس وكده هيبقى افضل برضو من الصوت العالي بتاع السماعات. بصوا زي ما انتم شايفين هنا كده، هو اداني حته قماشه مثلثه، ماشي، مفيهاش اي حاجه خالص، وهو كان ماسك قطعه زيها. بص خلينا نفضها كده عشان اتاكد ان هي مفيهاش اي حاجه. وبعد كده هو هيمسك قطعتين القماش وانا هعقدها مرتين، يعني انا هربطها مرتين وهو ماسكها في ايده. بصوا، وبعد كده انا همسك قطعه القماش اللي هي المربوطه دي، الحته المربوطه في ايديا، وهقفل عليها ايدي اللي هي ايه، اللي هي القطعتين القماش انا ربطهم بايدي وقافله عليهم ايديا. وبصوا اهو بيحطها لي وقفلت ايدي وما عملش اي حاجه خالص. بعد كده هتفاجئ ان هو لما هيفتح ايدي ايه اللي هيحصل، هلاقي قطعه قماشه تانية بين القطعتين اللي انا ربطهم في بعض. ازاي دي حصلت بقى انا مش عارفه بصراحه، مش عارفه اعملها ازاي. بس بصوا انا حسيت بايديا بحاجه غريبه، يعني انا حسيت ان انا ايديا فيها حاجه بتتحرك، مش عارفه، او يمكن انا عشان حاطه في دماغي ان انا بعمل يعني الخدعه ديت وكده. بصوا بقى مش عارفه، بس انا فعلا هو هيفتحها وهتلاقوا اللي هي بقوا 3 قطع مثلثات، مش قطعتين بس، مش قطعتين قماش بس. فده اكتر حاجه خلتني مستغربه خالص. لما لقاني كده مش مقتنعه وبتاع، راح مطلع ولد من اللي واقفين. بصوا هيعمل ايه، هياخد منه التيشيرت اللي هو لابسه وهيعمل ايه، هيولع سجاير وبتاع ديت وهيحطها في قلب التيشيرت بتاع الولد. بصوا استنوا، بيوريكم ان هو التيشيرت يعني ما فيهوش حاجه خالص. هو حطه في ايده وهيولع دلوقتي سجاير وهيحطها فيها وهيطفي، يعني هيطفي السيجاره فيها، فاهمني؟ بس وهيفتح التيشيرت مش هيبقى فيه اي حاجه خالص، عادي. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت قلقانه على تيشيرت الولد جدا والله العظيم، اللي هو لا انت بتطفي فيها سجاير وولعه، طب ايه، طب يعني الواد ده ذنبه ايه؟ ده جاي يتفرج عليك كده عادي يعني ومفيش حاجه، انت بوظتي له التيشيرت. بس بصراحه فرحت ان هو في الاخر طلع سليم وزي الفل. قلت له يعني رزقك يا ابني والله يعني انت طلعتي كده يعني بالتيشيرت بتاعك سليم مفيهوش اي حاجه. طب احنا ما نصدقش الحاجات ديت، بس اللي هو ايه من باب التجربه، وانا والله العظيم ما كنت عايزه اقوم اصلا من مكاني ولا اعمل اي حاجه. بصوا فرحت ازاي لما لقيت التيشيرت ان هو سليم يا عيني يا رب ياخدك. احنا بس قلنا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم. بس حضرات الساده
والسكر الزيادة مقدم إليكم ولا حاجة. الله. ولا حاجة إيه بقى؟ أمال الناس دي كلها قاعدة تتفرج على إيه؟ على خدك كده ولا على أبو شكلك هنا على قرعة ستك. شيكو على الغلبة دي بقى، أنت متعلم ولا أمي؟ أنا خالتك يا ضناي. شيكو هسألك في الحساب بقى، 1 1 2 برافو عليك. شيكو 3 و3 6 6 و6 ستتين 6 4 نسوان. يا دي عفريت. طب تعرف تعد من 1 ل10 بالانجليزي؟ سهلة اهو. يلا عد. 1 الانجليزي غلط. 2 غلط. الانجليزي بيبدأ من أول 1. 1 حلو. 1 جميل. 1 كويس. 1 اللي بعد ال1 1 يا ابني اللي بعد ال1 2 مسك ابوك ضربوه. اتصل يا سيف. ها يا ابني الانجليزي بتقول 1 2 3 كده. 1 2 3 كده. شيكو انت لازم تعد لحد 10، لو عديت صح كل الناس اللي قاعده دي هتسقف لك. والله؟ اه والله. لا يسقفوا الاول. اه سقفوا لك. يلا عد. شربت المانجا لوحدي يا ابني. 20 يا ابني. 10 بالانجليزي يعني 10 يعني ايه؟ 10 حلو. 20 10 هنا طبعا احنا كنا بنكمل باقي الفقرات. طبعا دي بقى فقرة الدوشة اللي هي الاغاني بقى والعروض والكلام دوت. طبعا الصوت بيبقى عالي اوفر جدا. اللي هو يعني بصوا بقى الكافيهات دي بتبقى شغالة لحد الساعة 5:30 الصبح 6. يعني بصي زي ما تحبي كده خليكي قاعدة معاهم، هما شغالين كده فقرات لحد الصبح. فاللي تقدري تتحمليه بقى، يعني قدرتي تقعدي شوية اقعدي، قدرتي تكملي معاهم لحد الصبح يبقى خير وبركة، هيبقى انت كده حضرتي كل الفقرات. يعني احنا بصراحة ما قدرناش نعمل كده، يعني احنا قعدنا لحد الفقرة اللي بعد دي تقريبا. وبعد كده قمنا، كان لسه في باقي فقرات كتير وكان في اكتيفيتي كتير تانية هتحصل وعروض ورقص شرقي وحاجات، بس طبعا احنا مش هنكمل الكلام ده. فاللي هو اسلام قال لنا لا كفايه عليكم كده. هم اصلا الولاد اللي كانوا شبطانين ان هم يدخلوا كافيه زي كده. طبعا في كافيهات هناك بتبقى هاديه، يعني مش هقول لكم هاديه بقى اللي هي ما فيهاش صوت، لا هي طبعا فيها اغاني والدي جي سماعات الصوت الاوفر برضو والكلام دوت، بس ما بتبقاش فيها الفقرات والعروض دي. فبتحسوا ان هي الدنيا بتبقى اهدى شويه، اللي هو ايه يعني يشغلوا اغنيه عاليه وبعد كده الاغنيه اللي بعدها تبقى اهدى شويه، فاهمين؟ اللي هو انت بتحاولي تعوضي واحده بواحده يعني. بس يعني بس الولاد طبعا شفتوا ان هم يدخلوا هنا علشان يعني يشتركوا في الاكتيفيتي اللي موجوده ويعملوا العروض وكده. يعني اسلام قال خلاص بقى، يعني تعالوا يوم ادخلكم الكافيه ده وبعد كده نبقى نروح طبعا ايه كافيه تاني بقى يكون اهدى كده. اهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا معانا في الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد احنا بنعمله. واحنا بنحب كده تشجيعكم لينا ومستمرين بيكم ان شاء الله.